وليه نعمل بطاطس وبانيه بطريقه تقليديه لما ممكن نعمل الاختراع ده وهيبقى حلو قوي في العزايم؟ اول حاجه هجيب البطاطس واقشرها واقطعها لنصين كده بالطول، وبالمعلقه كده هقور نص البطاطس لحد ما تكون بالشكل ده، واحطها في الاير فراير او اقليها قليه بسيطه كده في الزيت. وطبعا قلب البطاطس ده مش هنرميه. واجيب بقى البانيه واقطعه لشرايح واحطه في تتبيله كده ممكن تتعمل لاي طريقه فراخ، والتتبيله دي عباره عن كوبايه زبادي وعليها معلقه بودره مرقه دجاج. وطبعا احسن مرقه دجاج وبعيده خالص عن منتجات المقاطعه هي شيفي ميكس. وكمان هحط معلقتين كاتشب بيدوا للتتبيله طعم حلو قوي، وعصره ليمون وخل ومعلقه صغيره توم مفروم وربع كوبايه زيت. وبالنسبه للتوابل فانا مش هحط توابل خالص، انا حتى ما بحطش ملح، بكتفي بس بتوابل شاورما الفراخ من شيفي ميكس. معلقه واحده بس من التوابل دي هتخليني محتاجش احط اي توابل تانية. ولحد هنا التتبيله حلوه قوي، بس لو عندكم دبس الرمان او صويا صوص هتخلي التتبيله احلى. ونقلب بقى كل ده مع بعض، وبعد ما نحط شرايح الفراخ في التتبيله هنديهم بقى صدمه كده على النار، ونضيف عليهم بصل وفلفل الوان. وعلى فكره دي طريقه شاورما الفراخ، بس انا بدل ما احطها في سندوتشات هحطها على البطاطس اللي عملناها في الاول، وابدا ارص بقى البطاطس في الصينيه اللي هتدخل الفرن. والطبقه اللي تحت البطاطس دي هي طبقه من شاورما الفراخ وقلب البطاطس اللي شلناه في الاول ومعاه شويه كريمه. وهنحط بقى على البطاطس شويه جبن من فوق وندخلها الفرن علشان تطلع بالشكل الرهيب ده. شويه رز بالشعريه بقى جنبها وخلاص على كده. والبطاطس حرفيا دايبه مع شاورما الفراخ، والتتبيله اللي عملناها بتوابل شيفي ميكس غيرت من طعم الفراخ تماما.